السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله. ربنا يدومكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم أبدا أبدا أبدا، ولا من كومنتاتكم الجميلة، ولا من دعواتكم الحلوة، ولا من لايكاتكم الجميلة. تسلم ايديكم وعينيكم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعد قلوبكم جميعا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده يا حبايبي، تنسوش بقى تصلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. تنسوش تدعي على ابويا وامي وامواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم يا رب. ربنا ينصر فلسطين، اللهم امين يا رب العالمين. ويبارك فيكم جميعا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. واللي لسه مشتركش كده يشترك فضلا وليس امرا، فعل الجرس. واللي مشترك عندي مشرفني ومنورني في قناة المتواضعة، ده شرف ليا كبير قوي. طبعا انا نزلت عشان يعني كنت نازلة انا وريان نجيب خضرة محشي يا حبايبي، عشان النهاردة بقى كده ايه، هنعمل محشي. يعني كده هندفي نفسنا كده وهنعمل محشي. طبعا بقول لكم يعني ربنا يلطف بينا ويعوضنا خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. والطف بينا والطف بعباده. المحشي يعني اللي بتاع ربطة الخضرة، يعني قد ايه، وب5 جنيه، صغيرة جدا طبعا. انا جبت ربطة وكان عندي شوية في الفريزر، كنت مفرزاهم. بخرطها كده، بغسلها يا حبايبي وانشفها، وبعد كده اخرطها واحطها في كيس. تفضل خضرة زي ما هي، وتطلعيها على متلجة على طول على على المحشي، بتفضل خضرة. ماشي، تبقى زي الفل. فانا كان عندي شوية في الفريزر برضو، طلعتهم، وكانت برضو جبت الربطة دي، نضفتها حلو وغسلتها وكفت معايا وبقت زي الفل. طبعا كان عندي فرخية كده برضو متنضفة ومحطوطة في الفريزر. طبعا انا ما مقتنعش خالص، تاني بنقعها تاني بدقيق وليمون وطماطم. طماطم يا حبايبي بتشيل الزفارة جدا وحلوة. وبعد كده برضو عصرت عليها ليمونتين كده. وحبيت ان انا يعني انضفها كده تاني كده، واعيد عليها كده كلها، وتحت الجلد كده وحاجات من دي. فانا بحب ان انا يعني مش اقتنع طلعها من الفريزر كده اشطف واحط في الحله، لا على طول. لا، ما بحبش كده خالص، ما بقتنعش بكده. بغسلها كام مره كده برضو بليمون وكده. بعد كده بجيب البصل بتاعي والطماطم ولو في جزر بحط جزر، مفيش. وبعد كده ورق لوري وحبهان ومستكة وبهارات فلفل اسود وكمون. ولو في بهارات لحمة حطيه، ما تكتريش برضو. فطبعا كده ايه، كنت غاسلة ديره من بالليل اللانش بوكس بتاع ريان ورهف. وكنت عشان ان انا بحطهم كده على فوطة يتصفوا على المطبخ، بعيد عن المواعين او كلام من ده. وقلت بقى ايه، اما اقعد كده ايه اعمل خلطة المحشي. طبعا انا كان عندي طماطم متسبكة حبايبي، وبقى يفوت مني مثلا شوية من تسبيكة محشي، شوية من تسبيكة خضار، اي حاجة بتبقى مثلا صلصة كتير كده بشيل منها. فكان عندي زي كيسين 3 في الفريزر، طلعتهم وكانوا متسبكين وكل حاجة. طلعت برضو، عملت بصلاية تاني عشان يبقى الحاجة صابحة كده وفريش. وبعد كده عملت ايه، طلعت عملت بصلاية حمرتها كده نص تحميرة، وبعد كده حطيت عليها الطماطم دي. ما خدتش 10 دقايق وكانت متسبكة، عشان هي اصلا متسبكة. بس عشان نحوش الجخرة بتاعة الفريزر بيبقى لها طعم تاني، تبقى كده ايه اكنها صبحة، تبقى زي الفل كده. طبعا زودت الفرخة وقلت اما ايه، ماخد المحشي بتاعي والورق بتاعي والحاجة، واطلع اروح اقعد في الصالة بقى، في التروه بره كده، افرش المفرش واقعد كده عشان احشي. طبعا قلت اما اروق الحوض الاول يا حبيبي، عشان ابقى قاعده وانا مرتاحه جدا، ومفيش اي حاجه، يعني قاعده كده ومفيش مواعين على الحوض. فلازم اشطب بس الحوض كده واطلع اقعد بقى ايه، اقعد احشي بقى. ربنا يعيني كده ويقويني واحشي. لان بصراحه انا الشهر ده متكتفه جدا جدا جدا، بقعد بصعوبه وبحشي بصعوبه. بشتغل في شقتي بصعوبة. فربنا يعيني يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش بالله عليكم، بالله عليكم دعوة حلوة لاختكم. ربنا كده يدعوا لي كده، ادعوا الميسة بنت حواء وادم. ربنا انا اسمي ميسة يا حبايبي. طبعا في ناس عارفة اسمي وناس مش عارفاه. اسمي وحش صح؟ اسمي ميسة وده قناتي، قناة ميسة ام رهف. ما تبقاش بقى يعني ايه، التريقة محدش يتريق.
ولازم تدعموني كده وتفرحوا اختكم بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة. وبشكر اي اخت اي اخ اي حد دخل عندي من عند سمورة مرات اخويا. ده شرف ليا كبير، وعلى راسي من فوق، على راسي من فوق. شرف ليا كبير جدا. معرفة الناس بالناس كنوز، وانتوا كنز، وانتوا اخواتي وحبايبي وعيلتي واخواتي. حبايب سمر حبايبي، وحبايب حبايب سمورة، واحنا اخوات في الله. مش دايما لوجه الله ولا قنوات ولا اي حاجة. مش دايما الا الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة والكومنتات الحلوة. اما الكومنتات السلبية مش هتستفيدي حاجة. هتبعتي كومنت هتكسري خاطر اللي قدامك، وبعد كده هيتكتب لك عند ربنا حاجة كبيرة قوي. واللي هيكتب كومنت حلوة هتتكتب عند ربنا، هتتكتب عند ربنا يعني حسنات كتير. فبلاش تعملوا سيئات. خلاص يعني مش شرط. مش عاجبك الفيديو، مش عاجبك القناة، مش عاجبك المحتوى، اخرجي من غير ما تغلطي في اي حد. وشرفتوني ونورتوني، وعلى راسي من فوق. ده شرف ليا كبير قوي. طبعا انا عملت المحشي. طبعا دي الشوربة بتاعت الفرخة. يعني شايفين الشوربة جميلة ازاي وصفرة. على الرغم ان هي كانت متعانة في الفريزر، بس هي متعانة قريب يعني بقالها اسبوعين بس، هو ما يكملش كمان. فطبعا انا لما صورت المحشي وكده كنت حاطه القرنين الشطه دول كمان ادهم يعني حشيتهم كده، حطيتهم في قلب الحله عشان يدوا ايه ريحه حرقان، يعني حراره كده في المحشي، ويبقى طعم حلو. طبعا التلاجة بتاعتي دي عاملاها معايا خالص خالص خالص، مبوظله الدنيا. بتجيب ميه حبيبي، معرفش بتجيب ميه منين. بتبخر كده على الحاجه وتجيب ميه وتصر ميه. فطبعا عايزه تتمسح كل شويه. بصراحة أنا تعبت مش عارفة أعمل فيها إيه. فربنا يكرمني كده ويرزقني ويرزقكم يا رب، اللهم آمين، ويحقق كل أمنياتكم وأمنياتي، وأجيب لي واحدة إن شاء الله. طبعا طلعت المفارش بتاعتي من التلاجة، وقلت أغسلهم كده الأول وأنشرهم عشان ينشفوا بتوع الرفوف. وبعد كده ربنا يعيني بقى وأقعد كده إيه، ربنا يعيني كده وأمسح التلاجة من جوه. طبعا المفارش غسلتهم كده، سبتهم يصفوا على الحنفية، وهطلع أنشرهم بس على البسطة كده. مش بعيد يعني، قصاد الشقة كده، الشمس تيجي عليهم تطهرهم كده وينشفوا، والهوا ينشفهم. وبعد كده ايه اغسل برضو الرفوف دي واسيبها تتصفى. عشان انا اما اغسل التلاجة كده واغسل الرفوف الباب بتاعها وكل حاجة وانزل الحاجة، يبقى ايه الحاجة دي نشفت معايا، يعني صفت معايا وكده. ابدأ بقى ارص حاجتي تاني من اول وجديد. فاللي وصل معايا لعند هنا متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده ودعوة حلوة من قلوبكم وكومنت حلو لاختكم. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. شرفتوني، اي حد جديد دخل عندي شرفتوني ونورتوني. شرف ليا كبير، على راسي من فوق. ادعموني كده عشان انا بصراحة تعبت في القناة وبقالي سنتين يعني وخلاص والله العظيم. بس طبعا انا بحبكم وانا فاتحاها باب رزق برضو زي ما انا قلت لكم. وبحبكم، مش هقدر استغنى عنكم برضو. ومش هقدر ان انا يعني امل بقى. انا بمل بصراحة كتير قوي ان انا منزلش. بس ان شاء الله بيكم ومعاكم بعد ربنا سبحانه وتعالى مكملة. دعواتكم لي يا اخواتي، دعواتكم كده ربنا يكمل حملة على خير، وربنا يقومني بالسلامة، ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا جبت قماشة كده وجبت شوية خل، ازازة الخل، جبت شوية اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آم، جبت شوية اللهم ذكرني اللهم ذكرني اللهم ذكرني. جبت فانش، لا مش فانش، مش فاكرة. بس جبت خل وجبت فانش، فانش هدوم. ماشي، وحطيته على بعض كده. بصوا بيدي لا يا حبايبي. وجبت كلوريكس ألوان، لا مش كلوريكس، ما علينا ما علينا. هو حاجة كده بيحطها مع الخل بتدي ريحة حلوة أوي أوي أوي. أنا بجيبه فرط على فكرة، أنا مش بجيبه من الأزاز بصوا لازم نوفر كده الحاجة. الأزاز قد كده في في المحلات وغالية وغالية. لكن أنا بحب أجيب الحاجات دي فرط، الصابون فرط والكلام ده. بيجي واحد كده بيبيع فرط وأنا بجيب منه.
مش هاضحك عليكم واقول لكم لأ باجيب حاجاتي من سوبر ماركت لأ باجيب حاجاتي من محلات كبيرة، لأ الكلام ده كله لا والله يا حبايبي. أنا متواضعة خالص، وأنا يعني الحمد لله يا رب فضل ونعمة من عند ربنا، ما باتبطرش على أي حاجة. طبعًا مسحت برضك الدرج من تحت برضك بالخل وكده، بيدّي برضك تعقيمة تعرفي تعقمي يعني اللي متاح عندِك بتحطيه، عندِك كلوركس ألوان شوية بُصّوا أي حاجة مع المُعطِّر، شوية بريل مواعين يا حبايبي. الحاجات دي كلّها مع الخل بتدّي ريحة حلوة أوي، أوي، وتخلّي لِك الحاجة كده ريحتها حلوة مع الخل. طبعًا الخل ده مُعقّم ومطهّر برضه، طبعًا عشان الكلور مش ينفع إن إحنا هنحُط على إيدينا. فطبعًا كده بُصّوا مسحتها خلّيتها وريحتها بقى منعشة، وبعد كده مسحت الحاجة كلّها، ومسحت كل الحاجة، وبعد كده حطيت بقى الرفوف والمفارش زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها جنب خلاص شغلت التلاجة عشان انا كنت فاصلها من بدري. وبعد كده طلعت اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا عندي التربو اللي جنب البوتاجاز ده كان يعني متلخبط في بعضه، كل حاجة متلخبطة، فقلت عشان كمان يعني بقى أبدأ بقى في تجهيزات بقى الولادة وكلام من ده. فطبعا نزلته كده زي ما انتوا شايفين، نزلت اللي فيه كل الكركبة، طبعا حتى القماش والفوط والكلام ده كله بتاعة المطبخ. اي حاجة انا بستعملها للمطبخ انا بحطها، طبعا كل حاجة والمنخل والكلام ده كله حطاه في التربو والحاجات دي كلها. فطبعا هطلع الحاجات دي كلها كده. كان عندي عدس اللي هو بتاع الكشري، عدس بجبة ده اتكب كده. فطبعا الدرج نضيف، هفضيه كده وبعد كده هنقيه عادي واستعمله. دخلت بقى على على الحمام، قلت اغسله كده وهسيبه يصفى شوية في الحمام، وبعد كده اطلعه في البلكونة ينشف. طبعا بالفعل ان انا غسلته برضو وغسلته، وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده حطيته يتصفى. كنت خلاص خلصت يعني، بوريكم شكل كده مرهقة جدا، مرهقة مرهقة يعني. فقلت بقى الجوافة دي انا طلعتها، في بعض حاجات كده باظت، فواكه وكلام من ده رميتها، والجوافة كانت عندي حلوة. بصوا طولة ما الجوافة من بره كده القشرة بتاعتها مش اسودت، بتبقى طعمها حلو، لكن اسودت بصراحة برميها، يعني الطعم بتاعها مش بيبقى حلو. طبعا كان عندي شوية كده وشوية كده، يعني انا كنت جايبة السوق ده، وده من السوق اللي فات، انا نزلت بتاعت السوق اللي فات للطيور، وخليت اللي هي الصبحة دي قلت اعمل شوية عصير كده للولاد، على تفاحة، على كمثرية، كوكتيل على بعض يا حبايبي كده، يديهم كام فايدة يعني. فعملت العصير كده واسيبه كده في التلاجة، او اجيب له مكعبات تلج واحطه كده عشان يسقع. وبعد ما الولاد تاكل المحشي كده، طبعا شفت اليوم التعب ده، اليوم ده مرهق جدا جدا، يبقى محشي وشغل من ده كله، يعني بصراحة الواحد بيتعب بصراحة. يعني انا تعبت في اليوم ده، يعني بصوا جبت جيت على اخر النهار، اخر اليوم كنت فصلت خالص. فطبعا بقى دعواتكم كده ليا اخواتي حبايبي، وكومنتاتكم الجميلة الحلوة اللي بتشجعني كده، وقوموا تشجعي كده. وطبعا انا جبت بقى صفيت مرضتش اطول معاكم برضك وانزل لكم واصور معاكم وانا برص التربو. طبعا انا غسلت التربو وسبته ينشف كده تماما، وبعد كده بوريكم بقى الالمونيا بتلمع بتلمع. كمان هعمل العصير، مش كنت لسه عملته، قلت اما اشطب الحوض الاول، وبعد كده عصرتها وصفيتها وحطيت فيها مكعبات تلج، واسيبه كده احطه في التلاجة او على الرخامة كده عشان هو يفضل ساقع اصلا يعني، مش هحطه في التلاجة ولا حاجة.